السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا بنبدأ كلامنا النهاردة عن العلف وعن غلاء العلف. انا جاي لي اسئلة كتيرة عن الطيور وعن التربية وعن الحاجات دي كلها، بس المشكلة الكبيرة ايه اللي جايه لي كلها في التعليقات وعندي على القناة وعندي على الصفحة عن العلف. طيب دلوقتي يا جماعة المربي بيصرخ وعايزين صوتنا وصوت المربي ده يوصل للدولة، للمسؤولين في الدولة. هتقولي لي زي يا ام عبدو، هقولك احنا مش طالبين غير ان السعر يبقى ثابت والخامات يفرجوا عنها في المينا، لان كده التجار بيلعبوا لعبتهم مع المربيين. في ناس كتير بتنهار، في ناس كتير انقفلت بيوتها، في ناس كتير اتحبست، في ناس كتير عليها شيكات وعليها فلوس مش عارفين يسدوها ازاي ولا يكملوا الدورة بتاعتهم ازاي من غلاء العلف. فاحنا بنطالب دلوقتي، عايزين صوتنا وصوت المربي يوصل لكبار الدولة والمسؤولين عن الثروة الداجنة وعن الزراعة، لان يفرجوا عن الخامات ويشوفوا يحطوا سعر المنتج على الشكارة، لان دلوقتي التجار والمصانع بيلعبوا لعبتهم على المربي، وبكده الثروه الداجنه بتنهار. ناس كتير بيبيعوا قطيع الامهات، ناس كتير بتبيع بطلت قطيع الامهات. لو اتباع يا جماعه وخلص من البلد مش هتلاقوا كتكوت كمان شهرين. قطيع الامهات لو خلص وباعوه من قله العلف وقله الاكل مش هتلاقوا كتكوت كمان شهرين. فاحنا دلوقتي بننقذ الدولة بتاعتنا، بننقذ الثروة الحيوانية بتاعتنا وبننقذ الثروة الداجنة، بان احنا عايزين الاسعار تنزل بتاعة العلف، لان كده ما ينفعش خالص ان الفرخة تتكلف 100 جنيه ونبيعها ب 80 جنيه او 70 جنيه. يعني الفرخة كده خسارة على المربي وخسارة على الايجار وخسارة على ده. اللي مأجر مزرعة هيعمل ايه؟ ايجار، ميه، نور، عماله، نافق، ادويه، فرخ، بتاع دي فرشه، اللهم صل على النبي، علف. فمش هيعرف رجاء من كبار الدوله يتدخلوا في الدور ده، لان الدوله دلوقتي في الثروه دلوقتي يا جماعه بتنهار. دلوقتي التجار بيلعبوا لعبتهم، في علف ب20 وعلف ب22 وبيقول لك هيوصل ل25. طب ليه احنا بننهي حاجه زي ده؟ دي اكله الغلبان، اكل صاحب العيال. هيروح يجيب كيلو اللي معاه 5 6 عيال، يروح كيلو اللحمه ب 200 جنيه، اهو بيجيب فرختين ب 150 جنيه ومفيش شغل في البلد. الناس الغلابه دي هتعمل ايه؟ رجاء من الدوله التدخل في اسعار العلف وتدخل في الخامات، لان خفوا الخامات في العلف، لان الخامات الاساسيه مخزونه في المواني. رجاء كبير 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 الاسعار تكون على المنتج نفسه، على الشكارة نفسها. الاسعار تكون على المنتج منعا لتلاعب التجار باسعار العلف. احنا مش هنقول اكتر من كده ومش طالبين من الدولة اكتر من كده. تتدخلوا، عايزين تدخل. يا ريت صوتي يوصل للناس كلها، يا ريت صوت المربي. انا بتكلم بناء عن ناس كتير وناس كتير اتكلمت. يا ريت صوتنا يوصل لكبار الدولة، لان كده مش هينفع خالص والثروه الداجنه بتنعدم يا جماعه. والله العظيم ناس بيبيعوا قطيع الامهات. عارفين يعني ايه قطيع الامهات؟ هو اللي في الزراعه، وكيل الزراعه او المسؤول عن التربيه الداجنه عارف يعني ايه قطيع الامهات. لما بيتباع خلاص الثروه الداجنه انتهت، مش هيبقى فيه فراخ تاني في مصر. فاحنا دلوقتي بنحمي بلدنا وبنحمي بنحمي الناس دي كلها ونفتح بيوتهم، لان في ناس كتير هو ده اكل عيشهم، وناس كتير هو ده فاتحين بيوتهم منه، مالهمش شغلانه تانية غير تربيه الفراخ.